لطالما حاولت شكرا مرتجى أن تكون قريبة من قلوب الناس في أعمالها ولقاءاتها وطلاتها، وتحمل هويتها السورية والفلسطينية أينما ذهبت بكل فخر. لكن رغم ذلك هناك من يقلل من قيمة كل هذا بسبب مواقفها السياسية السابقة، ما يعرضها للنقد وبعض الشتائم أيضا. شكرا قررت أن تسكت هذه الأصوات من خلال تقديم رسالة اعتذار لكل من أخطأت بحقه على مدار السنين، وذلك في افتتاحية حلقة من برنامجها أولالا، وهذا ما قالته. أو كلياتنا بنشعر بس ما بنحكي إنه الاعتذار عنا بهالوطن العربي الجميل يلي بنفتخر إنه بننتمي إله، ويمكن بالعالم مو بس كلمة. الاعتذار عنا مشكلة ثقافية، مشكلة اجتماعية. أنا المواطنة العربية السورية الفلسطينية شكرا مرتجى بعتذر من أي شخص ضايقته، ومن أي شخص أذيته، ومن أي شخص تسببت له بوجع، ومن أي ذلة لسان، ومن أي خطأ بمعلومة إن كان ببرنامجي أو بالحياة الشخصية. أنا كتير شجاعة إني أعتذر، ودائما بعتذر، بس للأسف الخطأ بينتشر والاعتذار بيتخبى مثل العادة. نحن ثقافة الكراهية هي اللي بتنتشر، والحب بنعمله بالسر. أنا بعتذر علنا على أي شيء بدر مني خلال 14 سنة أو 15 سنة